السلام عليكم يا الغزالات. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. جيتكم اليوم بقصه جديده، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش كيف ما العاده من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه بحالكم. وقبل ما ندوزو للقصه نصليو على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وندوزو للقصه مباشره. انا جمال، جيت اليوم باش نشارك معكم الحكايه ديالي. انا حكايتي فيها بزاف ما يتقال، وبغيتكم توقفوا معايا وتقولوا لي واش هضرتي صحيحه ولا انا ظلمت هاد السيده. انا واحد السيد اللي الحمد لله انسان كنعرف بيني وبين الله، ماشي من داك النوع اللي كل مره مع وحده. انسان داخل سوق راسي، كملت قرايتي، شديت دبلومي، بديت كنقلب على خدمه. ما جابش الله الخدمه، ولكن واخا هكاك بقيت كنعافر اليوم غدا اليوم غدا، حتى جا واحد السيد الله يجازيه بخير، هو اللي دبر ليا على واحد الخدمه كانت في مدينه اللي بعيده على مدينتي بزاف. يعني ما غادي نجي نبقى نشوف الوالدين غير من الويكاند للويكاند، ولا من 15 يوم 15 يوم عاد نقدر نجي، لان باش نجي لدارنا راه عندي مصاريف. المهم قبلت بها، قلت اللهم هكا ولا نبقى جالس في الدار. والحمد لله ديك الخدمه كان الصالير ديالها مزيان، وبداك الصالير شهر على شهر كل مره كنحاول انني نقتصد على راسي، ما نخسرش الفلوس بزاف باش ندير شي حاجه اللي نرجع عليها من بعد. الحمد لله قدرت انني ندير دويرتي، درت دويرتي حدا والديا، وقفوا معايا وهما اللي وقفوا مع البنايه، وهما اللي كانوا يعني كل شيء واقفين عليه الحمد لله. ايوا حتى درت ديك الدويره وفرحت بها، وبديت كل مره كندخل ليها حاجه جديده. كل شيء دخلته لديك الدويره جديد، صلحتها وقاديتها. من بعد ما تصلحات هذيك الدار، الوالده ولا كيبان لها غير الزواج، باغاني نتزوج، باغاني نجيب بنت الناس اللي غادي تسكن في هاد الدار هادي. كانت كل مره كتلمح ليا لهاد الهضره، ولكن بيني وبينكم انا ما كنتش كنبغي. كنت كنقول لها الوالده باقي الحال ما باغيش نتزوج دابا. كتقول لي لا وليدي الله يرضي عليك، انا باغا نشوفك متزوج وباغا نشوف وليداتك ما حد باقا يعني في الحياه وباقا بصحيحتي. فاش كانت كتقول ديك الهضره كيبقى فيا الحال، كنقول انا لا بقيت هكا معكس وما باغيش نتزوج، لربما الوالده توفى وغادي ندم بزاف على هاد الهضره اللي كانت كتقول ليا. باغا تحضر ليا وباغا تفرح بيا وباغا تربي ليا وليداتي. فقلت لها عرفتي شنو غدير الوالده، انا حاليا ما كاينه حتى شي وحده يعني عندي معاها شي علاقه ولا شي وحده اللي كنعرفها اللي غادي نقول مع راسي هاد البنت بغيتها للزواج. ايوا قلت لها هاد المهمه غادي نعطيها لك انت الوالده، انت تخيري وامري، واللي حباتها خاطرك انا معاك فيها. قالت لي واش بصح؟ انا عارفه وليدات اليوم راه ما يقبلوش بهاد القضيه، نخاف عا نشوف لك بنت الناس وما تبغيش. ايوا قلت لها غا شوفي من بعد هذيك الساعه نشوف شنو غادي نقول. داكشي اللي كان، ما عطلاتنيش الوالده، بما انها باغا تفرح بيا وباغا تشوفني مزوج بوليداتي، فزربات عليا زربه اللي خايبه بزاف. قالت لي يا وليدي كاينه واحد السيده الله يعمرها دار، كنعرفها مزيان، والديها مربينها احسن تربيه، السيده حافظه القران، والديها ناس معروفين ما كاينش اللي كيقولها فيهم خايبه. وانا وليدي بغيت لك بحال هاد المراه اللي غادي تصونك ولا غادي تولد معاها وليداتك وتربيهم احسن تربيه. ايوا ملي سمعت بحال هكا قلت لها الوالده واخا. جيت لعند الوالده، قادينا درنا داكشي اللي قسم الله اللي غادي نديو عند الناس، ومشينا قصدناهم. فاش دخلت السيده كدير الحجاب يعني محجبه. ايوا صراحه فرحت، اي راجل في بلاصتي غادي يبغي بنت الناس اللي تكون مستوره وانسانه اللي غادي يحس بها نيت مرا ديال الزمان. فاش مشيت بدينا كنهضروا مع الناس، الاب ديالها نقص قال لي يا ولدي بنتي راه حتى هي قاريه وحتى هي متخرجه، ولكن راه باقي هاد الساعه ما خداماش، غير مره كتمشي كتوقف في واحد الصيدليه كتخدم معاهم يعني غير مؤقتا ماشي مداوم داكشي. ولكن قال لي راه هي دافعه للشركات، وانا بغيت وليدي غير نسولك الا بنتي بغات تخدم من هنا لقدام واش تخليها.
يعني هاد الهضره خصنا نقولوها على اتساع. فانا فكرت مع راسي السيده قرات ودارت الواجب ديالها، فما غاديش نجي انا وغادي نقمعها ولا غادي نقول لها لا بنت الناس ما تخدميش. قلت له مرحبا عمي، الا لقات شي خدمه مناسبه وخدمه محترمه علاش لا. ايوا قال لي وليدي الله يرضي عليك. صافي هضرنا تكلمنا، شفت السيده عجباتني، قررت باش انني بدا كنتواصل معها يعني بالتليفون، بحكم انني قلت لها تعطيني النمره ديالها وهذا. قلت لها يعني حنا غادي نهضروا يعني في حدود الاحترام، وربي شاهد عليا ما كنت لا باغي نضحك عليها ولا ندوز بها الوقت. بديت كنتواصل معها في التليفون. السيده كانت متقله شويه من جهتي، ماشي من داك النوع اللي غندوي معاها ولا نعيط لها تجاوبني في البلاصه، انسانه اللي كانت كتاخذ الوقت ديالها باش تجاوبني، وانا كنقول معليش ماشي مشكل. المهم اليوم غدا بدينا كنهضروا كنتفاهموا على حياتنا الزوجيه كيفاش بغيناها تكون، وانا كيفاش بغيت هاد السيده تكون معايا. فكانت كتهضر معايا، هضرتها كطمني، وقلت بلي هاد السيده هي الانسانه المناسبه، والاختيار ديال الوالده راه اختيار صحيح. ولكن بعض المرات ما كيعجبونيش منها بعض التصرفات، هي لا كنت كعيط لها ما تتبغيش تجاوب في البلاصه، يعني كنحس بها بحال الا ما باغاش تهضر معايا ولا كتهضر غير بزاف، وحتى فاش كنكون نهضر معاها بحال الا باغيه غير امتى تقطع. وانا هادشي كنت كنقول في الاول راه غير حشمانه، ولكن مع المده زعما ما بقات حشمه بيناتنا، ولكن السيده مازال كتصرف بنفس الطريقه. فما كذبش عليكم، ما خليتش راسي هاد الهضره غير بيني وبين نفسي، جيت قلتها للوالده، قلت لها واش انت متاكده من هاد السيده راه باغا الزواج مني ولا والديها مبزين عليها، راه خاصك تعرفي لي هادشي. قالت يا وليدي علاش كتقول بحال هكا؟ قلت لها راه السيده ها كاين وكاين، بحال الا كتهضر معايا غير من فوق من اخرها، راه بحال الا ما عاجبهاش هادشي. انا راه ما باغيش نكون مع واحد الانسانه اللي مبزين عليها والديها. قالت يا وليدي مالك علاش دخلتي راسك هاد الهضره؟ قلت لها شوفي، انا باش ما نوليش في مشاكل من بعد نبغيك تسولي لي امها والديها، نتيا كتعرفيهم، هضري معاهم وقولي لهم واش بنتكم باغا هاد الزواج ومأكدين انها باغاه ولا كاينه شي حاجه تما، باش انا نكون مطمن وحتى هي تكون يعني بخير معايا. قالت لي صافي وليدي اللي بغيتيها غادي نديرها. وبالفعل مشات الوالده ديالي، سولات السيده، هضرات معاها، قالت لها راه ما كاينه حتى شي حاجه من هاد الهضره اللي كتقولي، راه غير بنتي حشوميه وما كتقدش تبقى شاده معاه الهضره بزاف، باقا ما والفاتوش. ايوا صافي الوالده ديالي جات اتصلت بيا، قالت لي يا وليدي غير خرج من بالك ديك الهضره، راه ما كاينه حتى شي حاجه، وراني مشيت وهضرت مع المراه وهضرت مع بنتها وكتقول لك بلي ما كاينه حتى شي حاجه، راه باقا ما ولفاتكش، باقا كتحشم منك وما كتقدش انها تهضر معاك. ايوا صافي انا تيقت ديك الهضره. المهم كملت على داكشي اللي حنا بديناه، قررنا باش اننا نبداو نوجدوا العرس ديالنا، وجدنا كل شيء، الامور كلها كانت يعني غاديه في الطريق اللي بغيناها. جا النهار ديال العرس، دوزنا عرسنا، كان كل شيء بخير، هزيت مراتي ومشينا لدارنا. لكن هنا فين غادي نبدا كنكتشف شي حوايج اللي انا ما كنتش نهائيا متوقعهم. سالا العرس، هزيت مراتي مشينا للدار، مشيت انا دخلت بغيت ندوش، راكم عارفين النهار ديال العرس كيفاش كيدوز، كتبقى بنادم لبس حط غادي جاي، راه العرق، راه بنادم يعني راه ضروري خاص واحد التدويشه اللي كتخليك بعدا مكالمي. مشيت دخلت دوجت، كنتسنى السيده غادي تحيد ديك المشطه ديال شعرها وتقاد حالتها، وهذا كنجي كنلقاها باقا لابسه اللبسه ديالها باش دخلات، وجالسه شاده واحد القنت في الناموسيه، جالسه تماك وصاده الحيط. انا تفاجئت، هذه مالها؟ يعني نهار بحال هذا بنادم خصو يكون ضاحك نشاط باش يعني تبدا الحياه ديالنا بواحد الفرحه بعدا. فاش دخلت لقيت السيده هكاك مكمده بحال الا واقعه شي حاجه، خرجت لعندها مالك فلانه، ياك ما كاين باس، ياك ما كاينه شي حاجه انا ما عارفاش؟ قالت لي لا ما كاين والو. جيت قربت حداها السيده وهي تبدا كتبكي 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 بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف. مالك يا بنت الناس؟ ياك ما سمعتي شي خبر؟ ياك ما اتصل بك شي حد؟ ياك ما كذا؟ لا ما كاينه حتى شي حاجه. مالكي؟ توحشت ماما. هو تصنطوا ليا، توحشت ماما وتبكي تبكي، وما يلا تفارقنا معاها من العرس. يعني حنا ما سافرنا، ما مشينا لشي بلاد اخرى، حنا باقيين غير تما، هالباب. الناس ما كانوش اصلا بعادين منا، والعرس فين الدار راه ماشي بعيد من الدار. يعني قلت لها بنت الناس
امك يلاه مشات لدارها وحنا جينا لدارنا، وامك ان شاء الله غدا راه غتصبح عندك هنايا وضروري غادي تجي عائلتك وتجمعوا. يعني مالك علاش دايره بحال هكا؟ لا انا عمرني ما بت في شي بلاصه ما فيهاش ماما. قلت لها دابا راه مشى داك الوقت ديال ماما، دابا انت راكي مع راجلك، حنا غادي نبداو حياتنا حتى حنا، وحتى حنا غادي نديروا وليداتنا وغادي يوليو وليداتنا يقولوا لك ماما، غتنساي داكشي اللي كنتي عايشاه. صافي دابا دايره مرحله ثانيه من الحياه ديالك، هذيك مرحله اولى ديال الام ديالك فاش كنتي عايشه في داركم، ودابا راه مرحله جديده انك عايشه مع واحد الراجل. قالت لي لا والو، بغيت نمشي عند ماما. بدات كتبكي 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 بحال شي دريه صغيره، وانا كنشوف فيها ما عرفت باش نتصرف في هذيك اللحظه. طلع لي الدم، خليتها في البيت ودخلت للصالون ومشيت تكيت. قلت خليها تتبكي وتسالي وديك الساعه نهضروا. انا ما كنستحملش انني نشوف شي مرا كتبكي وما كنعرفش كيفاش نتصرف. عييت نهضر معاها ما استجابتش ليا، فخرجت للصالون وتكيت خليتها. عاودت هكا قلت غادي ندخل عندها نشوف زعما تكون تكالمات باش نهضر معاها. دخلت لقيتها حيدات الحويجات ديالها ولابسه واحد البيجامه وقاسه. قلت لها واش ما بغاش يهداك الله؟ قالت لي كيفاش؟ قلت لها حنا واقيلا واحد جوج الناس مزوجين، خاصك تعطيني فرصه نجلس معاك نهضروا. عطا الله ما يتقال في هذه الليله. هي تبدا تضحك، قالت لي فهمتك علاش كتهضر. ايوا قلت لها ملي فهمتيني بنت الناس خلي هذه الليله دوز على خير. لا انا بغيت ماما، لا انا بغيت ماما، انا توحشت ماما، انا ما عمرني مشيت نعس في شي بلاصه ما فيهاش ماما، انا هادي عيت يعني كنسايس معاها. درت لها بحال شي دريه صغيره، بحال شي دريه صغيره كنسايس معاها. غدا ان شاء الله تجي ماماك وقلتي وهضرتي وياها وهذا، وكنحاول انني ندوز ديك الليله على خير. الحمد لله داز ديك الليله على خير، واخا دوزت فيها العناء هذيك الليله باش انني نرضي واحد السيده تقتنع انها اصلا راه ولات في دار راجلها. جا الغد ليه جات امها، غير شافت امها ناضت كتجري عندها وعنقاتها بحال السيده كانت محبوسه. شافت امها غير بشويه عليك بشويه عليك بنيتي، مالكي. قلت لها ماما توحشتك، انا ما فاش نعس في شي بلاصه انت بعيده عليا. انا كنشوف داك المنظر ما عجبنيش. الوالده حتى هي جات عندي قالت لي وليدي مالها هادي الشتا دايره بحال شي دريه صغيره. قلت لها انت كتشوفها الوالده راه ب 66 كشيفه البارح باش اقتنعت انها راه في دار راجلها. بقات الوالده كتضحك قالت لي معليش راه كاين اللي مسكينه كتكون مولفه والديها وما تقدش على فراقهم. واخا قلت ماشي مشكل. المهم دازت ديك الليله، دازوا ايام بخير الحمد لله، الامور غاديه مزيان. جات الوقيته اللي خاصني انا نمشي فيها الخدمه ديالي بطبيعه الحال. مشيت لخدمتي. ديك السيده لا معيطش انا ما كتعيطش، وكيف ما قلت لكم راه بعض المرات كنجلس بالاسبوع وبعض المرات كنجلس 15 يوم على حسب الخدمه ديالي. يعني هاد السيده ما كتوحشك، ما تعيط لك تسول فيك، ما تقول شنو واقع لك، ما تسولك كليتي ولا ما كليتي، نعستي ولا ما نعستي. ما كاينش نهائيا السؤال من جهتها. دائما انا اللي هز داك التليفون، الو فلانه كيف دايره، لاباس عليك، امورك مزيانه، خاصك شي حاجه، ناقصك شي حاجه. انا دائما اللي كنسول. ومع ذلك انا صابر وكنقول ماشي مشكل. كيجيو اوقات اللي كنجي فيهم لداري كنحاول انني نتعامل معها معامله زوينه. ملي نجي كنقول لها يلاه نخرجوا، ما كنبغيش نبقى جالس في الدار، ما كنبغيش نخليها انها تضرب تماره وتنوض طيب وتقاد على ودي. كنقول لها صافي يا بنت الناس ما كاينلاش، انا اصلا موالف كنطيب راسي وكلشي كنديرو لراسي. انا دابا جاي باش ندوز معاك واحد الوقيت اللي هو زوين، وبالاخص حنا باقيين عرسان جداد. كنخرج انا وياها نتغداو ولا نتعشاو على برا، يعني كندوزو واحد الوقيت اللي زوين. لكن من بعد ولات كتقول لي يا ولد الناس انا راني ولا كيجيني الملل وما كنحملش انني نبقى جالسه بوحدي هنا في الدار، وانت كتمشي كتبقى في خدمتك وانا كنبقى جالسه مقابله الحيوط وما كنحش براسي مزيان، وانا كون مشيت غير جلست مع ماما وانا كون درت وانا كون فعلت. قلت لها لا بنت الناس، عاوتاني تمشي تولفي لي امك ونوليو تاني في شد ليا نقطع عليك باش تولفي دارك؟ لا بنت الناس جلسي في دارك. ايوا قالت لي لا وانا انت ما كاينش معايا، وهذا بدات يعني كتسبب ديك القضيه ديال انني انا ما كاينش معاها. فشفت حتى هي قلت لها ان شاء الله يكون خير. مشيت. ما غاديش تصدقوا انني انسان اللي عندي داري واموري مقاده، ووليت كنقلب على الكرا في البلاصه اللي انا خدام فيها. قلت معليش هذيك الدار واخا مفرشه مقاده ماشي مشكل، يعني المهم هو ان مراتي تكون حدايا. المراه ما بقاتش قاده انها تبقى عايشه بوحدها. صافي ماشي مشكله.
نبقاو نجيو ليها من 15 ل 15 يوم. العاده اللي متعوده انا كنت كنجي نشوف الوالده، غنولي نديرها سبه، كنجي نشوف الوالده ونجي نجلس في داري شويه، ماشي مشكل. بديت كنقلب على الكرا، ما قلت لها حتى شي حاجه، قلت نشوف بعدا الامور كيفاش غادي تمشي. من بعد ما لقيت الكرا يعني قريب ليا للخدمه، اتصلت بها قلت لها بنت الناس غادي تجمعي حويجاتك، داكشي المهم اللي عندك، راه حنا غادي يعني ننتقلوا للبلاصه اللي انا خدام فيها، وغادي تجيبي حويجاتك وتجلسي معايا، غادي نوليو من ديك 15 يوم نهبطوا لدويرتنا نجلسوا فيها، تشوفي انتي بامك وتا نجلس مع الوالده ديالي شويه ونرجعوا. السيده فرحات، عجبها الحال انها غادي تجي تجلس معايا، وهادشي صراحه كان مبشر، يعني شي حاجه اللي بشراتني بالخير. قلت بعدا على الاقل السيده ما تبقاش يعني مقلقه، وهذا قادت الامور ديالها، قالتها لوالديها، جمعت حويجاتها، جبتها عندي، جلسنا مع بعضياتنا. لكن لقيت بان حتى شي حاجه ما تغيرات. كيف ما كنت كنمشي يعني في داك العطل لداري، كيف ما وانا عايش معاها، لا اهتمام، لا ديك السيده بحال الا انا ما كنعني لها حتى شي حاجه في هذيك الدار. الا جيت من الخدمه ما كتسوقش، راه فلان جا ولا تنوض تحط ليه ما ياكل ولا تشوف شنو خاصو ولا شنو باغي. جيت لقيتها مثلا متكيه في الصالون، كتبقى متكيه، كندخل انا كنقول السلام عليكم وكتقول لي السلام وكتبقى جالسه. كنمشي انا ندوش، نلبس حويجاتي ونجلس نتسنى ديك السيده غتنوض تحط ليا ما ناكل، هذيك السيده غتسولني، ديك السيده غتهضر معايا. صافي ملي كنشوف السيده ما ناضش كنوض نقضي شغلي لراسي، نوض نحط ماكلتي لراسي، نوض نقاد مسائل لراسي، وهي كتبقى جالسه شاده داك التليفون عينيها فيه، ما كتسوقش ليا وما كتهش فيا راسها. هادشي غادي يبقى كيتكرر بزاف ديال المرات، وفين ما نهضر معاها انا ما عجبنيش الحال، انا توحشت ماما، انا بغيت ماما، انا بغيت ماما، بحال شي دريه صغيره. بنت الناس راه نساي عليا ديك الهضره ديال ماما ماما، راه انا راه عندي الوالده ديالي، واش انا نمشي نبقى جالس حداها؟ انت دابا راكي مع راجلك، دابا راه حياتك تبدلات، انا ما كنحرمكش من امك ولا كنقولك ما تفكريش فيها ولا ما تعيطيش لها، عيطي ليها لاله، وانتي كتضلي في الدار ديري اختي ابيل فيديو، بقاي كتهضري معاها النهار كامل، ما يفرقكم غير النعاس. على انا عمرني قلت لها هضرت معاك وقلت لك ما كي كتهضري مع امك؟ انا ما فهمتكش شنو باغيه تزوجي وفي نفس الوقت باغا تبقاي مع امك، كي درتي ليها؟ قلت لي عرفتي شنو نديرو؟ علاش ما نعيطش لماما تجي تجلس معايا؟ قلت لها بنت الناس، امك راه وقع عندها واحد الراجل، امك راه مزوجه. لا، قالت لي وشنو فيها يبقى بابا في الدار وهي تجي تجلس معايا؟ قلت لها اسمعي بنت الناس، انا ما باغي ندي ذنوب حد، وزيدون انا باغي مراتي، نكون انا ومراتي في الدار، ما غاديش نبقى انايا ضارب الحساب لنسيبتي وخاصني نلبس محترم وخاصني نجلس محترم وخاصني نهضر محترم. هادشي ما مسلكنيش. كل واحد راه في دارو غادي يكون مرتاح. ما عجباش الحال، هزات في قلبها، ولات فين ما كدور تقول لي انت ما بغيتيش ماما تجي لعندي، انت ما مالك مع ماما، انت كتكره ماما، انت كدير كتجبد شي حوايج اللي ما ليها حتى شي معنى. وانا صابر 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 حتى لواحد النهار جيت لقيتها شاده القنت وجالسه كتبكي. مالك فلانه؟ بغيت نمشي عند ماما. قلت لها واش بغيتي غير تمشي تشوفيها وتجي؟ لا، بغيت نمشي نجلس مع ماما، انا ما بقيتش عاجباني نجلس هنايا، رجعني، انا بغيت نرجع للدار فين كنا ساكنين، نرجع لداري باش نبقى ديما حدا ماما وتجي لعندي ماما ونمشي لعند ماما. قلت لها متاكده؟ قالت لي متاكده. قلت لها مرحبا. عرفتوا خواتاتي ما مشيتش معاها، جمعت لها حويجه وصيفطتها، قلت لها سيري، راكي دريه ماشي شي بنيه صغيره، راكي تبارك الله بعقلك وكل شيء تعرفيه، طريق تعرفيها. قالت لي ما غاديش تديني؟ قلت لها ما مساليش، انا خدام، واش انا غادي نبقى نقابلك ونراري بك بحال شي بيبي؟ راه بزاف هادشي. المهم هزات دوك الحويجات ديالها، قطعت ليها في الكار، مشات السيده لدارهم. ملي مشات لدارهم اتصلوا بيا والديها، اش كاين ما كاين، فلانه جايه بحويجاتها كتقول لك بغات تجي تجلس هنا، واش هاد الهضره في راسك؟ قلت لهم بطبيعه الحال في راسي، راه دارت لي الحاله وانا على ودها كريت هنايا وعلى ودها خليت الدار لهنا، وفي الاخر قالت لك اسيدي ما عجباش الحال العيشه مع راجلها. انا ما فهمتش مع من باغا تعيش، قالت لك باغا نبقى باش نبقى حدا ماما. الوالد ديالها بدا كيهضر معايا، قال لي ولدي ما تديش عليها، وراه مولفه امها، وراه هادي وراه هادي. قلت صافي ماشي مشكل، قلت لي حتى دابا الدنيا هانيه، راه دارها تجلس فيها، مصروفها يوصلها، والوقت اللي انا تاح ليا الفرصه باش نجي لداري راني غادي نجي.
قال لي صافي وليدي والله يكملك بعقلك، وهذا ما بغيتش ندير المشاكل. المشكله انها في ديك الوقيته اللي مشات جلسات في دارهم يعني واحد المده، ومن بعد عاد جات للدار. الوقيته اللي جات للدار كتجلس واحد شويه، من بعد عاوتاني كتنوض تمشي عند امها. يعني عارفه ما كاينش الراجل اللي غادي يحبسها ولا يقول لها فين غاده ولا فين جايه، عايشه حياتها بكل حريه. وانا ماشي من داك النوع اللي كنشك فيها ولا شي حاجه، بالعكس انسانه محترمه. غير هو هاد الامور اللي فيها صعيب ان واحد انه يتحملها. لكن في واحد النهار انا اتصلت بنسيبتي، اتصلت كنسول فيها ونسولها على مراتي، لحقاش انا مراتي كنعيط لها ما كتجاوبنيش. سلام كي دايره، لاباس عليك، امورك هانيه بخير؟ قالت لي بخير وليدي الحمد لله. قلت لها وفين فلانه؟ السيده تزبقات لها الهضره، قالت لي في الخدمه. قلت لها كيفاش في الخدمه؟ قالت يا وليدي اسمح لي انا نسيت، راه باقا ما قالت لك والو. قلت لها كيفاش خالتي اش كاين؟ ما فهمتش كيفاش خدمه. هو قالت لي وليدي راه كتضل جالسه وكتحس بالملل وما كتعجبهاش ديك الجلسه، راه ناضت كانت هي شحال هذا دافعه للخدمه، وراه وليدي عيطوا لها لواحد الخدمه راه مشات لها. قلت لها هي الوليده، انا النهار اللي هضرت مع باها قلت لي ما عنديش مشكل انها تخدم، ولكن بلا شواري. ما تشاورنيش وتقول لي فلان راني انا عيطت لي شي خدمه واش نمشي ولا ما نمشيش. على هنا شنو رجل كرسي شنو ما كنسوى عندها حتى شي حاجه. اوليدي صافي حتى تعيط لها وتفاهمت وياها. ما قدرتش انها تواجهني لان عارفه بنتها دارت شي حاجه ما خصهاش دار. نط انا هزيت التليفون بقيت كنصوني لفلانه، نصوني لها تجاوبات. سولتها فلانه في كاينه؟ انا عند ماما. وشوف هنا السيده كانت مستمره في الكذوب. قالت لي انا عند ماما. قلت لها دوزي عليا خالتي نهضر معاها. لا ما كايناش حدايا. قلت لها كيفاش انت كاينه عند ماما وكتقولي ما كايناش حداك؟ ولا خايفه من المدير ديال الخدمه ديالك كيشوفك كتهضري في التليفون يتقولي قلت لها ايه انا في خباري كلشي. قلت لها واش زعما وليتي كضحكي عليا؟ واش انا زعما ما كنسوى عندك حتى شي حاجه؟ كيفاش انا نخلي مراتي في الدار تنلقى مراتي خدامه مع راسها وما كايناش في هذا العالم، ما مسوقاش لذاك الراجل كاين ولا ما كاينش؟ قالت لي ومالك انت كانت عندك شي مشكله انني نخدم؟ ياك انت النهار الاول قلتي للوالد ديالي الا لقات شي خدمه محترمه تخدم، وانا لقيت خدمه محترمه علاش ما نخدمش؟ قلت لها ما عندي حتى شي مشكل، ولكن انا علاش ما نسقش الخبار؟ علاش انا تجيني الخبار من بلاصه اخرى انك انت خدامه؟ علاش انا راجلك وما نعرفكش راكي خدامه وفين خدامه ومع من خدامه؟ من حقي. قالت لي انا من حقي نخدم فين ما بغيت وماشي شغلك. قالت لي هاد الكلمه ما نكذبش عليكم صافي شعلت. يعني راه ماشي ساهل ان مراتك تبدا تجاوب معاك بهذه الطريقه. قطعت في وجهها التليفون، عيطت للوالده ديالي قلت لها سمعي السيده انا ما كنلومكش، ما نقولش كنتي لي جيتي عليا، ولكن هادشي اللي وقع. مشات الوالده ديالي هضرات مع والديها، سمعت ولديها قالوا لها سمحي لينا وراه بنتنا ما فهماتش وباقي ما عندها عقل وهذه، وقولوا لي غير يسايس معاها وراه ان شاء الله الامور تمشي كيف ما بغى هو وهذه. المهم بقاو على الوالده ديالي بالهضره، جات حتى هي بقات عليا انا بالهضره. وليدي غيدوز عليها هاد المره صافي ماشي مشكل. قلنا ماشي مشكل، عضيت في الصبر لحقاش ما بغيتش ندخل الوالده في شي مشاكل اللي غادي تولي تقول مع راسها انا سبب ولدي. دوزتها ليها، مشات ايام وجات ايام. في واحد النهار اتصلت بها قلت لها فلانه انا نهار فلان فلاني راني غادي نجي للدار. وكأي سيده غادي يكون راجلها مسافر غادي يتصل بها وغادي يقول لها بلي انا غادي نجي للدار، اول حاجه نتوما غتفكروا فيها شنو هي؟ يعني انا غادي نخلي هذا السؤال مطروح ليكم نتوما. اول حاجه غتفكري فيها ان راجلك عيط لك قالك فلانه انا نهار فلان فلاني راني غادي نجي مع الساعه كذا كذا، عطاك التوقيت عطاك النهار اللي غيجي فيه. اول حاجه غادي ديريها تهلاي في راسك، راجلك جاي توجدي له شي حاجه شي شهيوه زوينه كتعجبو، غتكوني حاضره ناظره في دارك. هادشي اللي انا ظنيت، وانتوما لكم الحريه انكم تكتبوا في التعاليق اش ممكن كنتو ديروا. لكن هاد السيده هذه الوقيته اللي جيت انايا للدار قولوا لي شنو كنلقى الوالده. لقيت الوالده جالسه في الدار عندي. انا تصدمت، قلت ياك ما هي عيطات للوالده وقالت لها راه ولدك غادي يجي، زعما باش يكونوا بجوجات كاينين في الدار. دخلت سلمت على الوالده ديالي قلت لها فين فلانه؟ قالت لي يا وليدي راه ما كايناش. راه قالت لي يا انت خالتي سبقيني انت للدار
حتى شويه ونجي، راه بنت خالتي جات من فرنسا، مشيت باش نشوفها نطلع عليها ونبارك ليها ونرجع. سبقيني نتيا للدار، لا يجي ولدك، المهم على الاقل يلقاك نتيا. ايوا سمعوا، انا بقى فيا الحال، ولكن ما بغيتش نبين قدام الوالده. جلست انا وياها، لقيت الوالده ديالي موجده ليا شي حاجات هكا قسم الله، اما المراه ما موجده حتى شي حاجه. داكشي الوالده جايباه معاه من الدار، حطاتو عندي في الدار. جلس وليدي تاكل، جلس وليدي انت يلاه جاي شاد الطريق وليدي كذا. بقيت جالس كنتسنى ديك السيده دابا تدق الباب. قلت معليش، مشات وسمعت الخبر ان بنت خالتها جات من فرنسا، مشات تبارك ليها وتسلم عليها وكذا وتجي فحالها، ماشي مشكل. ولكن انا بقيت جالس كنتسنى داز الليل في الليل، وديك السيده ما بانش الاثر ديالها. انا ما رضيتش قدام الوالده، مراتي ما اعتبرتنيش، حسبتني حتى شي حاجه، ما ساوي حتى حاجه. الوالده شافت حتى عيات، قالت لي يا وليده انا غادي نخليك ترتاح، انا غادي نمشي للدار. كيف ما قلت لكم الدار ديالي غير في جنب الدار ديال الوالده. ما قديت نجاوبها بحتى شي حاجه، ما قديت نقول لها جلسي، ما قديت نقول لها سيري. ناضت مشات الوالده ديالي للدار. انا بقيت جالس كنهضر مع راسي، شد الحاله، واش دابا انا مزوج؟ دابا انا الناس كيفاش غادي يحسبوني من المزوجين ولا من المطلقين ولا من اللي باقي ديال راسو؟ ما فهمتش. انا في اي خانه غادي يصنفوني الناس. شفت حتى عييت، هزيت التليفون عيطت ليها، الو فلانه فينك؟ انا شنو قلت لك؟ قالت لي مالك؟ قلت لها كيفاش مالي؟ انا اشنو قلت لك؟ قلت لك اليوم غادي نجي. قالت لي وعطيتك الوقت معاش غنجي. قالت لي قلت له علاش جيت دابا ما لقيتكش؟ قالت لي راني عيطت على خالتي، ماك ما لقيتيش خالتي في الدار؟ قلت لها ولكن انت فينك؟ قالت لي انا مازال مع بنت خالتي وراتي مجمعين هنايا والضحك والنشاط وتوحشتها وشحال ما شفتها، اما انت راك ديما غادي جاي. هي اللي ما غاديش نبقى نشوفها، لحقاش غادي تمشي مع راجلها غيشوفوا دارهم وهذا، وجاتني هذه الفرصه، هي فين غادي نشوفها؟ قلت لها صافي خليك عند بنت خالتك. قطعت التليفون، ضربتها بنعسه وقلت نعل الشيطان حتى الصباح. صبحت صباح مشيت، ما غاديش تصدقوا شنو درت. مشيت درت يعني رفعت دعوه ديال الطلاق. غادي تقولوا لي كيفاش وعلاش؟ غادي نقول لكم لحقاش انا فاض بيا الصبر اللي عندي تقاضى. رفعت دعوه ديال الطلاق. السيده مالها تسوقات ولا جات ولا قالت حقا صافي راه صباح الصباح خليني نمشي نشوف راجلي؟ ما جات، ما سولات، ما والو، جالسه مخمخه مع راسها مع بنت خالتها وما مسوقاش العالم نهائيا. حتى وصلتها استدعاء. انا هذيك الساعه كنت هزيت راسي ورجعت لخدمتي. السيده جات للدار، ما لقات حتى شي واحد. كتسول الوالده فين فلان؟ قالت لها راه جا تسناك تعيا، ما بغيتيش تجي، راه مشى رجع لخدمته، هو على من لا قبل من جاي، راه جاي على قبلك، وملي انت بنيتي ما كايناش راه مشى رجع لخدمته. صافي السيده لقاتها من جنتي والناس، اتصلت بيا قالت لي وانا جيت باش نشوفك مشيتي. قلت لها ايه حنا مواعدين، حنا وقيلا غير مصاحبين وجيتي باش تشوفيني، درتي فيا بليزير وصافي. قلت لها صافي بلا ما تبقاي تعيطي ليا. قطعت عليها حتى هي بحال الا قلتو القسم من جنتي والناس ما بقاش كتصل. انا ديك الساعه رافع الدعوه هي ما فراسها والو. دازت مده، راكم عارفين الدعوه راه كتاخذ واحد المده باش غادي توصل لذاك الانسان. باش وصلت هاد الدعوه هنا كانت الصدمه، بقات كتصل. انا ديك الساعه درت داك السيستم اللي كانت هي مخدمه معايا، كنخليها تصوني تما ما كنجاوبهاش. كتصل بيا الوالده كتقول لي مراتك راه كاين. كنقول لها اسمعي، قولي ليها فلان اللي كان سالا ما بقاش انا وياها سالينا، تمشي تشوف ليها شي ولد الناس اللي غادي يصبر على داك الهبال ديالها، مجوجه ما مجوجه. انا صافي فاض بيا ديك السيده، ما بقيتش بغيتها. بدات الوالده نعل الشيطان، ما نعل الشيطان. قلت لها شوفي الشيطان هو بنادم، انا دابا ما تقولي لي لا نعل الشيطان لا شي حاجه. ديك السيده ما بقيتش بغيتها، صافي قلبي جفر منها، ما بقيتش مستحملها نهائيا. بالفعل طلقتها، وقفت انا وياها في المحكمه، طلقنا، كل واحد فينا شد طريقه. انا الحمد لله دابا عايش بخير. اصلا كنت مزوج وبحال الا كاع ما مزوج. حاليا مازال ما كنفكرش انني نعاود هذه التجربه.
ما نكذبش عليكم، هاد السيده كرهاتني في كاع العيالات، كنقول انا راه ممكن انني نشوفها انسانه مزيانه ومن بعد ما نتزوج نوليو في شي مواصل اخرين. مازال نفسيا ما واجدتش، ما عنديش علاش غادي نظلم معايا واحد الانسانه وانا عاد خارج من واحد التجربه اللي قصحاتني، تجربه اللي كانت شويه صعيبه. اما بالنسبه لها هي راه عايشه حياتها، راه زعما مشات كملات في الخدمه ديالها، واخا اللومه ديال والديها وداكشي ما بغاوهاش تطلق والديها. حتى النهار اللي طلقنا فيه امها كانت كتقول لي صراحه راني ما يمكن لي نقول فيك حتى شي كلمه ديال العيب، راك ولد الناس، ولكن ما مكتابش انكم تبقاو مع بعضياتكم. حاليا انا عايش حياتي بخير الحمد لله، خدام على راسي، كنجي كنشوف ميمتي، عايش حياتي انا مع صحابي. الامور ديالي غاديه بخير، ولكن كما قلت لكم فكره ديال الزواج مازال ما كنفكرش فيها. وهذه هي حكايتي وانتم تحكموا واش انا اللي ظالم ولا هي اللي ظالمه. اعزائي المستمعين، كنتمنى ان القصه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكذلك تكونوا استفدتوا وخديتوا عبره. وما تنسونيش كيف ما العاده من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه بحالكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع قصه جديده. دمتم في رعايه الله.